السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وتكون صحتكم حلوة. صباح الفل عليكم، صباح الورد وصباح الهنا ان شاء الله. النهاردة بقى انا صحيت بدري جدا، صحيت حوالي مثلا الساعة 6:30، يعني 7:45 ده بالكتير قوي، تقريبا 6:30. يعني انا دلوقتي وانا بشرب معاكم النسكافيه كنت لسه صاحية، يا دوب كنت لسه صاحية. بصوا الجو عامل ازاي. يلا بينا بقى نقول بسم الله، حطوا لي لايك ويلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل ايه النهارده. انا كده زي ما قلت لكم صحيت من النوم، اول ما صحيت على طول صحيت كده عندي طاقة ونشاط، قلت نعمل مع بعض الروتين بتاع كل يوم الصبح اللي بعمله. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. انا صحيت ماليش نفس خالص النهارده افطر، ولو ان ده مش عوايدي، انا بصحى من النوم جعانه سبحان الله. فالنهارده صحيت ما كانش ليا نفس اكل، فاكلت موزه كده وشربت النسكافيه، اي حاجه تديني باور كده وطاقه، وفي نفس الوقت ابقى فطرت حاجه، يعني فطار خفيف ما بقاش ما فطرتش تمام. فكلتهم، كلت الموزه وشربت النسكافيه كده، واشربه واكمله معاكم بقى واحنا بنشتغل كده مع بعض. خرجت بقى بره كده عشان اعمل ايه. لا، مونتال ده مكان المطره وكده، انتوا عارفين المطره بتبقى نازله، بتبهدل الدنيا من بره. لو في شباك عادي اللي هو الشيش ده او ازاز او ايا كان، بتبهدل الدنيا لان البيت من بره مش بيكون نضيف. فالمطره زي بتغسل البيوت كده من بره، انتوا عارفين، فكل ده بيبهدل الشبابيك من بره. فشوفوا حتى الشباك عامل ازاي، الازاز تحسوه كده عليه شبوره كده بهتان. فانا قلت المعه عشان طبعا لما اجي افتح الشباك او اقفله او الستاير بتاعتي ما تتوسخش، واحافظ على حاجتي، يعني تبقى حاجتي بتلمع ونضيفه، لانه المنظر مش حلو خالص. شايفين بقى فرق ازاي لما لمعته؟ شايفين؟ ولسه كمان ركزوا كده فيها هتلاقوا شكله اختلف خالص. شايفين؟ بالجلانس كده والفوطه ولمعته، وكمان الحديد اللي بره ده كان متبهدل خالص. فقلت كمان يعني هعمله عشان يبقى الشباك بتاعي نضيف. عشان ايه بقى؟ لو هو البيوت اتغسلت خلاص كلها من الشتوية اللي عدت دي، لانها جامدة جدا. وكمان بيقولوا ممكن يبقى فيه شتا النهاردة وبكرة شتا، يعني المطرة يعني تمام. كلنا عارفين شتا يعني ايه اللي انا بقوله ده. فبعدين بقى ايه، طبعا كان كله نايم في الوقت ده، انا صحيت كده انا وبيلا بس اللي كنا صاحيين. فقلت اعمل الفيديو بقى وانزله معاكم كده ونتنشط مع بعض على الصبح. انا صحيت نشيطة معاكم كده، قلت انشطكم معايا. مفيش حاجة صعبة، يلا كلنا نقوم ونخلص اللي ورانا. سيبي الموبايل وقومي خلصي بيتك، وبعدين ارجعي امسكي الموبايل براحتك. بصوا بقى كنت خلصته وبقى زي الفل. عايزة اقول لكم دي تاني مرة اعمل فيها مونتاج على الفيديو ده، لانه وانا في نص المونتاج اللي فات كنت بحط لكم الصوت، ودي مش اول مره تحصل معايا. لقيت مقطع انا ما عملتلوش مونتاج وكان صوت القرآن باين فيه، فخفت ان الفيديو يبوظ. ومقطع تاني برضو كان الصوت باين فيه، فعملته. يعني كان كذا مقطع فيهم الصوت باين. ف فرجعت قفلت تاني. طبعا ما ينفعش اقص منه او منتجه هو عليه الصوت لان الفيديو بيبوظ. فالله المستعان، والله مش عارفة ايه الحظ ده، كل ما اجي اعمل لكم فيديو يبوظ مني لازم اعمله مرة او اتنين على الاقل. ان شاء الله ابقى اتعلم يعني المونتاج كده ايه، وابقى اعمل على مهلي. بس انا عشان عايزة انزل لكم الفيديو دلوقتي، يعني انا خلصت البيت، عملت فطار وفطرنا و... وبنزل لكم الفيديو دلوقتي، يعني انتوا هتشوفوه بعد ما خلصتوا. انتوا شايفين طبعا انا بعمل ايه، الدنيا متبهدله هنا، بحاول اسوي كده كل حاجه. شايفين الازاز بتاع البلكونه بيلمع ازاي؟ عشان انا ايدي فيه على طول، يعني مرايه، كانه مرايه. سويت كل كده كل حاجه. طبعا هرجع اكنسها بقى واظبط كده كل حاجه، بقت زي الفل عندي اهي، ما خدتش مني اي وقت. انا مش بيبقى بس الوقت ده اللي انا عملت فيه، يعني مثلا الفيديو بيبقى ساعه ونص ساعتين، بس انا بقصه ومنتج واسرع والحاجات دي كلها عشان ما تزهقوش. يعني مش معقول هنزل لكم كل الروتين اللي انا عملته بتفاصيله عشان ما تملوش. انا بوريكم المجمل اللي انا عملته تمام، يعني بوريكم انا هعمل ايه وبعدين اقفل واخلص، او بقص من الفيديو عشان تشوفوا في الاخر يعني الشكل النهائي. يعني انا ببقى كنست خلاص، بس بوريكم ان انا عملت كذا.
يعني بكنس وافتح مثلا الكام دقيقة اوريكم انا بعمل ايه. تمام؟ عشان برضو ما تزهقوش. بصوا انا كنستها طبعا، بس انا بعملها معاكم عشان تشوفوا، وبرضو يعني بسيب معاكم حتة اعملها معاكم يعني. فاهمين قصدي؟ يعني هو الفيديو بيبقى طويل جدا، انا ممكن اقسمه على 2 على فكرة، بس انا والله ما بحبش كده عشان ما تزهقوش. بحب يعني ايه اوريكم المختصر المفيد. مش عايزاكم تزهقوا مني.